إمام ترمذي الشمائل النبي جينا شاديت عائشة تسأل الله عليه وسلم أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين. بيمر ديوزولا شندينا تي حلقة دزن عين مدات مقن بيبك دوش حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيمر الله دحل وخلت بيمر عليه الصلاة والسلام الله دحل وخلت بيمر عليه الصلاة والسلام تن ديوزولا دين تتا شندينها مقن بيبك دوش دزن مدات العيشات الله عليه وسلم. أيلم شناخي هلا. وفي هذا بيان تقلله من الطعام أق حديث وقيت عن بوخ. بيمر عليه الصلاة والسلام تشحى يؤم قزك خلش خلر. وفيه أيضا هوان الدنيا على الله جل جلاله سيلح وزا الله هنجرجح ير دنيا قزك ما بولش خلر قيتون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل عباد الله. كنداش بيمر أقر عبادة شودش خلمو يبيت جائعا وليس عنده شيء يأكله. كنداش بيمر عليه الصلاة والسلام بويستش دعيوش خلا تندأ شحما دوج، مما يدل على هوان الدنيا على الله. سوء قيت ير دنيا الله عن قزك ما بولش خلر. فلو كانت عظيمة نقع سن الدنيا الله عن يرجع دق ضلع شو ما بولش طلع لأعطاها بأجمل بهيجتها. أجر خزنك بيمر لور مدرسه وأحسن مطعمها. أجر طول اللؤم لور درسه بيمر ومشربها. أجر طول ملر لور درسه ير دنيا الله عن يرجع دق ضلع شو ضلع. وملبسها أفضل عباده تدوه لور درسه أجر ديكدر هنداش أجر ولا عبادتش خلو بيمر عليه الصلاة والسلام أغلاط بغدا. ابن عباس وديت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت ليالي متتابعة طويا وهو وأهله. بيمر عليه الصلاة والسلام تنديوز الله تي حلقة بويسنش دقة دعيوش الله بيمر متي أولش بويسنش دعيوش الله تندلع متي لاتش خلات إذا أخلت تنديوز الخلا لا يجدون عشاء دأ بويسن دأ قاش خلش تاخلت فن. وكان أكثر خبزهم خبز الشعر دقة دول بيبك. بيمر عليه الصلاة والسلام خلا مقعد يقن دول بيبك مقن دمع داقن بيبك خلا بيمر والشيء دقوش حول خلوش ترك. عن سليم بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت أبا أمامة باهلي يقول: أبو أمامة باهلي يسأل: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز شعيري. مقن داقن مقن دمع داقن بيبك بيمر والش عليه الصلاة والسلام ديشا إز بخديش سخل بوقتها. إذا تؤش سخل تان وش بزل دقة تؤش سخل تانيز أيلم شناخ الله بوخت سديس بوش معنى خد هذا ده دوق سخل تير إز أما قصدك دوش خلا شيء دول شنا أما مثلا تؤش سخل وزلت ده